عارف ان جسمك عامل زي المدينه اللي محتاجه طاقه عشان تعيش. السكر هو البنزين بتاع المدينه دي، بس عشان البنزين ده يدخل الخلايا محتاج مفتاح اسمه الانسولين. مرض السكر ببساطه هو ان المفتاح ده يا اما ضاع يا ما بقاش شغال صح. عندنا نوعين اساسيين من السكر، تايب 1 وتايب 2. ثانية واحدة قبل ما اكمل الفيديو، عارف ان 98.5% من مشاهدين القناة مش مشتركين؟ انت مستني ايه؟ انزل دلوقتي اشترك حالا لو بتستفاد من المحتوى وكمل الفيديو. النوع الاول تايب 1 ده عطل فني في البنكرياس بيخليه يبطل تصنيع المفاتيح دي اصلا، وده غالبا بيجي للاطفال والشباب ومحتاج انسولين من بره. النوع الثاني تايب 2 وده النوع المشهور، المفاتيح موجودة بس الخلايا صديت ومش راضية تفتح وبيتقال عليه مقاومة الانسولين، وده سببه غالبا العادات الغلط والسمنة وقلة الحركة. ازاي تعرف ان بنزين جسمك عطلان؟ عطش ملوش اخر، بتشرب ميه كتير وبرضه ريقك ناشف، دخول الحمام كتير خصوصا بالليل، جوع مفاجئ وزغلله، بتحس ان طاقتك خلصت فجأة، جروح مش بتلم او تنميل في الاطراف. مرض السكر مش حكم اعدام، ده صديق رخم محتاج معاملة خاصة بشوية تظبيط في الاكل ومشي نص ساعة يوميا والمتابعة مع الدكتور، تقدر تعيش حياة طبيعية جدا وتحمي نفسك من مضاعفات القلب والكلى. اهم حاجة في مرض السكر هي الوعي. لو شاكك في اي عرض، تحليل السكر التراكمي بسيط وهيطمنك. الصحة مش بس غياب المرض، الصحة هي انك تفهم جسمك شغال ازاي. لو عندك تجربة مع السكر او نصيحة لغيرك شاركنا بيها في الكومنتات. سلام.